يا الجارية انتي كافرة. يا الجاريه انت كافره. من الاخر راك فاهم ولا؟ هذه على بالك الهضره هذه ما راه هضرها انسان في القرن الثامن ولا التاسع ولا حاجه، ولا في القرون الوسطى ولا نو، في الجزائر في 2025 في السوشيال ميديا الجزائريه. شوف باش نحطهم في الصوره غادي نحطوا تعريف هذه الجاريه واسم هي اللي قال لها انت يا جاريه. وشكون هي هذه الجاريه هذه؟ الجاريه لفظ يستخدم للاشاره للعبيد الاناث الذين استعبدوا عبر الاسر في الحروب او من قبل قطاع الطرق، او من ولدت لامه، او من ولدت لأمة وعبد مملوك. ويكيبيديا. بالمعنى السيد هذا في الجزائر في 2005 في دولة القانون، فهمني، ودولة الحريات، في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية، عندك ناس يهضروا هذه الهضره وين شي بيناتهم في الواد ولا في البطحه ولا تحت السبيكه ولا حاجه، في السوشيال ميديا هكا يهضر بهذه الطريقه، فاهم ولا لا؟ ناشدنا السلطات، هضرنا، زقينا، نددنا، دعينا، طالبنا، لا حياة لمن تنادي. في الجزائر 2025 في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الناس فيها يخاطبون الناس ويكفرون الناس بهذه الطريقة المقيتة ليلا ونهارا، سرا وجهارا، ولا رقيب ولا حسيب، ولا يوجد من يلجمهم، ولا يوجد من يصمتهم، ولا يوجد من يحاسبهم، ولا يوجد من يعاتبهم، ولا يوجد نورمال. رجلة فيني، رجلة فيني، أقسم بالله العظيم تاريخيا كلام إقصائي ومتطرف هذا في القرون الوسطى كانوا يحاسبوا عليه. في القرون الوسطى كان كي تهضر هالهضره تتحمل المسؤوليه ويصرى فيك الشطلي. في الجزائر 2025 هضرنا والناس راه تهضر وراه تطالب وراه لا حياة لمن تنادي. باش نعاود نحطكم في الصوره، خطر على بالي دائما خصني نحطكم في الصوره باش قدر يتفوه بهذا الكلام. علاش؟ داير اللحيه، مسلم، سلفي، متطرف، ماشي متطرف ظلامي، لا يهم. هاد الهضره هذه لا تهم، لا يهم متطرف سلفي، راه يهضر بالدين. واش تهضر مع عزرين وانت راك فاهمني؟ اذا بالمعنى هاد السيد راه يهضر في الدين، راه يهضر بالدين، عنده الذروه يقول واش يحب، بينما وحده تشطحتها تهبط للحبس. فهمتوا المنطق ولا ما فهمتوش؟ هاد الانسان راك تشوفوا فيه قسما بالله العظيم بالعقليه هذه الله لا يبلي ولا يقدر، الله لا يبلي ولا يقدر. لو كان تصرا كاش كارثه في الجزائر، هذا يبقى يدور بالنصله، ماشي هي بالنصله، بالفاكهه، يدور بيها نورمال ويخرجها لك من تحت يماك ومن تحتك يخرجها لك، ويخرجها لك كما نقولوا في تمثالنا المجرى ويعطيها. قال يا جماعه ردوا عليا، قال يا جماعه ما حناش نشوفوا الخطوره تاع ابدال، راك تزيد عليها بزاف، راك فاهم، راك تزيد عليها راك غير تكبر في الامور وكداش ومنها. يجي النهار وكان ما تسمعناش السلطات، يجي النهار وين هضرتنا هذه تبقى تحوسوا عليهم، بقاو ديروا في لا ريشيرش، في الموتور دو ريشيرش هضره تاعنا هذه وتحوسوا عليها باش تفهموا منين تبداو. لا حياة لمن تنادي. جزائر 2025 بلادنا يا دين الرب، مجتمعنا. أين ترقى المرأة جنرال ورئيسة بورصة ووزيرة ونائبة ووالية وضابطة شرطة وشرطية ومعلمة وطبيبة جراحة وأستاذة في علوم الفيزياء والميكانيك الكم و تخاطب بهذه الطريقة باسكو شافوا تراند وداجوا منهم. ما كاش اللي يقدر يهضر معاهم باسكو راهم يهضروا بالدين. دوماج يا جماعة، والله العظيم أقسم بالله العظيم غير دوماج. حنا اللي علينا رحنا نديروه، ويجي النهار وين غادي نكرهو، على بالي يجي النهار وين غادي نكرهو، اون فا ليسي طومبي، راك فاهم، ونرميو المنشافه باسكو ما تقدرش تهضر غير بوحدك كيما تشوف شتا نتيجه في الميدان، كيما ما تقدرش تقعد غير تهضر. لا يجي النهار وين نمشي. بس لكن قسما بالله العظيم كي تطفر يوغا با دو مارش اريير.
كاش دير مارشارير ولا الرول ونعاودوا نشوفوا وندرسوا. نو كي طفرت رغم ان احنا نشوفوا السياسيين ورجال النافذين في السلطه يذكروا دوريا بما حدث في التسعينات وباننا لن نسقط فيه، لكن بهذا الفكر اللي راه في لا بروميير كوش تاع المجتمع، اقسم بالله العظيم اذا انفلت الاوضاع طفرت راحت. وهذا الشيء اللي راح نحاربوا فيه، وهذا الشيء اللي راح نتمناوش يصرى في بلادنا. قال لها انت كافره جاريه، انت جاريه كافره في جزائر 2025 ولا حياه لمن تنادي. رجله واهضر معاه انت، راه رجله هذه يقول لك رجله، شي رجله ترتم فيكم حليب.